ازيكم يا حبوباتي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني. اخباركم ايه؟ طمنوني عليكم. النهارده بقى قررت اشارك معاكم اكتر روتين محبب الى قلبي، وشاركت معاكم وصفة كمان الفطار دي بالتفصيل في الاماكن التانية. بس كده فطرت وروقت على نفسي وشغلت لي حاجة كده اتمزج بيها. وبعدين دخلنا على الغدا، عملت رز ببسلة وجزر وحطيت عليه رشة قرفة. بصوا التريك دي خطيرة. وعملت الكفتة في الفرن، وبصراحة الطريقة دي خلت الكفتة محافظة على شكلها المدور، فاعتمدوها. وبس كده. وبعد كده دخلت عملت بقى المعجنات بتاعت الاسبوع. بحب احطهم في التلاجة واسخنهم وقت الاستخدام بس. وعملت الجرانولا وبحتفظ بيها طول الاسبوع في التلاجة، وبحطها على زبادي على لبن. بصراحة هو سناك منقذ ومشبع وطعمه حلو. وفاينلي يا جماعة رجعت تاني ارسم. عايزة اقول لكم ان رتم الحياة السريع اللي بتبقى فيه الام او الزوجة او الرتم اللي احنا عايشين عامة فيه، يعني انتي حتى لو بنوتة تلاقي ان انتي بتخلصي امتحان بتدخلي على مش عارفة ايه، محتاجة حاجة اولا تخليكي تفصلي، ثانيا حاجة تخليكي تصبري. فالرسم بالاكواريليك بيعتمد على الطبقات بالالوان، فانتي بتستني كل طبقة انها تنشف عشان تحطي طبقة تانية. مينفعش ابدا ان لو ده ما حصلش النهارده تبقى كارثه. لو الخروجه اللي انا كنت مرتبه ان انا خارجاها ما خرجتهاش تبقى مصيبه. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فترة بحاول ان انا التزم شوية بكذا حاجة. اول حاجة ان انا جبت دفتر جديد، ودايما بحب لما ابتدي بداية جديدة ان انا اجيب دفتر جديد. انا يعني ما حدش يسألني ايه السبب يعني، بس بحس ان الدفتر الجديد بيديني فرصة جديدة، احساس مختلف، فاهمين؟ ببتدي اكتب فيه الحاجات اللي انا عايزة اعملها، سواء مثلا للقناة او سواء لشغلي. دفتر تاني للحاجات اللي انا عايزة اغيرها في نفسي او عايزة اظبطها، او عادات عايزة اكتسبها. سواء بقى ان انتوا بتاخدوا الحاجات دي من مثلا سي بودكاست على اليوتيوب. طيب انت لو سمعتي بس البودكاست ده مش معناه ان انت هتتغيري، ده مش معناه ان انت تبقي واحدة تانية. لازم تكتبي، لازم تشتغلي وتشتغلي على عادة، يعني حاجة واحدة. محدش بيتغير مرة واحدة. فتخلي العادة بتاعتك، عايزة تخليها اسبوع لو هي عادة يعني بسيطة، والحمد لله عرفتي ان انت بعد اسبوع تتعودي وتتأقلمي عليها وتزودي معاها عادة تانية. it's okay go on. لو شايفة ان الموضوع ممشيش بطريقة سهلة او بسيطة، او جيتي يوم عملتي مثلا ده ويوم تاني قررتي انه لا انا مش هعمل ده النهاردة، وابتديتي اليوم اللي بعديه تاني تغيري في نفسك، فده معناه ان انتي محتاجة تدي وقت لنفسك اكتر عشان تستوعبي العادة الجديدة. إرادة ربنا، الموضوع بايدك انت، يعني انت اللي لازم تغير من نفسك وتغير من تفكيرك وتقرب لربنا اكتر عشان تحسوا بجد بالتغيير. دي نصيحة لو اي حد بيحب يقرأ اللي هي الكتب اللي ليها علاقة بالنفسية والسلوك والحاجات دي كلها. اتس اوكي، حاجة حلوة جدا ان انتوا تقرأوا وتعلموا، بس ده مش كفاية. لازم ان احنا نكتب العادة اللي احنا استفدناها او العادة اللي احنا تأثرنا بيها من الكتاب وخلاص احنا عايزين انها تبقى عادة عندنا. الحاجات دلوقتي اللي انا عايزة اعملها هي ان انا ارجع تاني اختار حاجة من الحاجات اللي بتخليني افصل وابتدي اعملها. انتوا ما تعرفوش الموضوع ده، ولكن انا كنت من 5 سنين كنت بشتغل في مجال الكرافت. كتر ما كنت بحب، عايزه اقول لكم المجال كله كان صعب عليا اتخصص. انا عامله بري ماستر في النسيج، ولكن
انا بعشق كل مجالات الفنون، فكنت تلاقوني بعمل ديكور لاعياد الميلاد، ومن لف هدايا كده بطريقه يعني خطيره. الحاجات اللي كنت بتشوفوها البنترست كلها كنت بحب اعملها، وكنت بحب انزلها على صفحتي باستمرار عشان اجدد من المحتوى بتاعي. واكتر جمله كنت بكرهها هي جمله حاولي تتخصصي. يعني انتي اوكي شغلك تحفه بس حاولي تتخصصي. قعدت 5 سنين لا انا مش عايزه اتخصص، انا حابه كل مجالات الفنون، الى ان جت كورونا وكلنا خايفين ننزل اكيد. وكنت حاولت ان مندوب يجيب لي طلبات او كده، بس شغل الفنون الناس اللي بتشتغل في المجال ده لا هي لازم تنزل بنفسها تشوف الخامات الجديده ايه وتشوف هي محتاجه ايه. الموضوع كان صعب جدا. وجت الصدفه ان انا تخيلوا ايه، ان انا اكتشفت ان انا بحب المطبخ. يعني اصلا كنت بدخل المطبخ اخري كنت اعمل مثلا ممكن اساعد في البيت كده، نعمل رز مثلا، خلاص ماما عملت الاكل ونعمل رز بس. بجد يعني اقصى طموحاتي اعمل ملوخيه. سبحان الله بدات اجرب وصفات وحاجات عايزه اكلها من بره في فتره كورونا مش عارفه، فبدات اعملها. تخيلوا انا طلعت بعرف اعمل اكل وبقيت اعمل كل حاجه، وحبيت جدا المجال ده وقررت ان انا اشتغل فيه. وزي ما انتم شايفين انا بقى عندي قناه بنزل فيها الوصفات بتاعتي. ف حقيقي يا جماعه بقيت بحس برضو بسعاده مش طبيعيه وانا واقفه في المطبخ زي وانا برسم. المهم حبيت ان انا يعني اعرفكم على نفسي اكتر ونقرب من بعض اكتر، وقولوا لي مين كمان بيتابعني بيحب يرسم ومين بيحب المطبخ ومين لا. الكلام ده هيفيدنا كتير مع بعض. عايزه اقول لكم على حاجه، ان اللي بيقرر ان هوايته تبقى هي مهنته هو هنا مش هيبقى بيفصل 100%، هيبقى مبسوط اتس اوكي، ولكن مش هيبقى ده نفس الهواية بتاعته اللي هو كان بيحبها قبل ما تبقى مهنة. فقررت ان انا بعد سنين ان انا ارجع تاني لحاجة انا بحبها، والمرة دي عشان بس انا بحبها مش عشان اي حاجة. انا عايزة افصل بيها، انا عايزة ارجع تاني احس ان انا فصلت بحاجة هواية عندي. فاهمين؟ بس زي بالظبط ان حد كده بيحب يقرأ روايات، فمثلا لما بيقرأ بيحس ان هو فصل عن العالم، بيقعد يتخيل بيدخل في عالم تاني. فانا عندي نفس الحوار. بس فالمهم هل انا مش هشتغل بالكلام ده تاني؟ بصراحة مش عارفة. بالهواية بتاعتي ما اعتقدش ان انا هحطها تاني تحت لود، هشتغل بيها بحدود معينة. بس المهم انا حاليا كتبت الحاجات اللي انا عايزة اعملها الفترة الجاية، وهبتدي ان انا كل يوم اقسم حاجة. لو عايزين ان انا اشارك معاكم ايه هي العادات دي ممكن تكتبوا لي في الكومنتات ونعمل تحدي مع بعض، هيبقى حوار حلو لان احنا هنشجع كده بعض.